بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا الفول الكهرمان. الفول طبعا اللي لونه طبعا أحمر هو أصفر زي الكهرمان فعلا، يعني لونه جميل جدا جدا. معانا 3 وحدات من الطماطم ضربناهم على شفشاء الخلاط، ومعانا طاسة كده حلوة طبعا على النار، ونحط عليها طبعا معلقتين 3 زيت، هنخليهم طبعا يسخنوا. وبعد كده هننزل عليهم بالثوم بتاعنا العادي. أنا دقاه في الهون، ومش بمفرمة ولا بتاعة التوم ولا الهراسة بتاعة التوم أبدا. أنا دقاه كده بالهون البلدي بتاعي، اللي بتاع جدتي وجدتك وبتاع أمهاتنا كلنا. كده أنا حطيت معلقة ملح كده حلوة، علشان أنا مش هحط ملح تاني خالص. كده على حسب انت، على حسب الكمية بتاعتك. انت ممكن تحطي كمية أقل، ممكن تحطي كمية أكبر، فانت تظبطي الملح على حسب الكمية اللي موجودة معاكي. كده التوم بتاعي كده هخليه ياخد لون ذهبي كده جميل. وبعد كده هننزل عليه بالطماطم بتاعتنا لحد ما يتسبك. طبعا يا ريت لو معايا لحد دلوقتي ما دوستش لايك، يا ريت تدوسي لايك، يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم، شكرا لتعليقاتكم، شكرا لكل محبيني. بشكركم، وبقول لكم يعني ربنا يزيدكم في حياتي على طول كده، وربنا يكرمكم ويكرمني يا رب. كده معايا التوم بتاعي خلاص طبعا هياخد لون جميل، اللون الذهبي الجميل. هنزل عليه بعصير الطماطم. كنت طبعا ضاربة الفول معايا. الفول براحتك، طبعا انت بتعمليه في البيت، بتدمسيه في البيت او ما بتدمسوش او بتشتريه على حسب الكميه. انا حبيت صراحه اضرب الفول بتاعي زي ما انتم شايفين، ضربته ضربه كده على الخلاط علشان يبقى ناعم زي الزبده. يعني الطماطم مضروبه والفول بتاعي مضروب كويس وحلو وجميل، يعني نطلع احلى فول كهرمان. يعني نخليه طبعا زبده زبده، كله زبده، مفيش اي حاجه فيه طبعا ايه، كله جميل طبعا، والطعم بتاعه خطير. يعني تاكلي فول وتقولي لا انا اعمل بنفس الطريقة تاني. هو الفول مش حكاية ومش قصة، بس لازم نجدد فيه. ماشي، ما برضه هو اكلنا اكل الناس كلها واكل الشعب كله. يعني صراحة برضه الفول مشهور في شتى انحاء العالم، يعني مش في مصر بس، في مصر وبره مصر. فلازم نجدد من اكلات الفول بتاعتنا. نعمله مثلا بطماطم وبتومة، نعمله مثلا بفلفل، نعمله سادة، نغير فيه كل ما نغير فيه كل طبعا ما يبقى مستحب، ويبقى طبعا طعمه جميل وطعمه، يعني نجدد فيه بدل ما على طول هو سادة 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 على طول وطحينة والكلام ده. نغير فيه شوية ونجدد بطعمه، ونخليه طبعا ايه مغري كده قدامنا. كده خلاص انا هسيب الطماطم بتاعتي تتسبك هي والتومة. يعني انا كان معايا توم ونزلت عليه بالطماطم الحلوة الجميلة دي، ونسيبه طبعا ايه، نسيبه يتسبك كويس، وطبعا تمشي الحدوقة بتاعت الطماطم. ونروح نشوف نعمل تاني، نشوف طبعا الطعمية، نشوف أي حاجة تاني هنحطها جنب الفول علشان يبقى الأكلة بتاعتنا أكلة حرشة كده وجميلة، أكلة شعبية 100%. نعمل طبعا طبق السلطة الجميل بتاعنا. الطماطم طبعا الأيام دي سعرها حلو ومناسب، وطبعا نعمل طبق سلطة حلو كده. وطبعا نحط عليه كزبرة، أي خضار عندك ينفع مع السلطة بتاعتنا. السلطة طبعا بننوع ونشكل فيها براحتنا. نعمل طبق السلطة، وبعد كده نروح نحضر السفرة بتاعتنا المتواضعة على قد إيدينا. يعني لازم نحط طعمية، نحط طحينة، نحط بصل. البصل طبعا من الشيء الأساسي للفول، أو الحاجة الضرورية للفول. كده أنا سايبة طبعًا الدمعة بتاعتي، أو التوم وطماطم يتسبكوا مع بعض علشان أنزل عليهم طبعًا بإيه، بالفول بتاعي. طبعًا إحنا النهارده أكلنا شعبي، أكلنا جميل، أكلنا سهل، أكلنا بتعمليه في الصبح، تعمليه في العشا، أكل البشوات وأكل الملوك وأكل البهوات وأكلنا كلنا. والفول ما فيش غنى عنه في أي بيت فعلًا. يعني عملت الفيديو ده كله على الفول. والله الفول يستاهل يا جماعة، ماله الفول طبعًا. لازم نحبب نفسنا فيه ونحبب ولادنا فيه، ونخليه طبعا يعني ايه جميل، لانه كده كده انت بتاكليه اي يوم بتزنقي فيه، واي لحظة لازم بتاكليه. وما يخلاش بيت من بيوتنا كلنا الا ما كان فيه فول. عادي يا جماعة، أكل جميل طبعا. الفول نعمة من ربنا، وربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال.
كده أنا خلاص عندي كده الطماطم والتومة اتسبكت كويس، وأنا سايباها كده جنبي على النار. كده بسرعة بسرعة على السريع هروح أحط عليها إيه، هشوفها وطبعا تدقيها وتشوفي إيه اللي ناقص فيها، وبعد كده تروحي تظبطيها وتحطي عليها إيه، الفول بتاعك. كمان الله الله، لو حطيتي كمان معلقة زبدة، يا سلام يا سلام، يبقى من الآخر فاخر من الآخر. كده معايا السبكة التومة والطماطم. شايفين يعني التوم والطماطم منظره خطير فعلا. كده بيوحي ان في فرخة هتشوي فيه او في ايه اللي هيشوي فيه. كده انا عملت السلطة بتاعتي وتمام التمام، وكل حاجة جهزت. وهحط الملح واحط الليمون على السلطة، وبعد كده نروح نشوف نحط الفول بسرعة على التسبيكة بتاعتنا اللي خلصت. كده خلصت وحطيت الفول. هحط عصرة ليمون ومعلقة كمون، وهحط معلقة زبدة فيه. الله يا جماله يا جماله، طبق يعني فعلا كان مشبع جدا جدا، وما اقولكمش الطاسة بتاعتنا اتاكلت يعني فعلا. كان الفول حلو جدا وكان مغري وكان شكله جميل. يعني يا ريت كنتوا تتفضلوا معايا، وسفرة متواضعة على قد ايدينا، وكان اكل شعبي وجميل جدا. وطبق طبعا الفول اللي ما فيش غنى عنه في اي بيت. كده انا هسيبه طبعا الفول بتاعي يغلي شوية بالتسبيكة الجميلة دي، وبالحاجات اللي انا حطيت فيها. يعني حطيت توم وحطيت طماطم وخليته مسبكه، وحطيت الفول، نزلت عليه بمعلقة طبعا كمون، على معلقة زبدة، على ايه، على طبعا عصرة ليمونة جميلة كده. ونسبك كل حاجة ونسيبها كده تغلي شوية على النار. هو مستوي بس أنا عايزاه يتشرب من التسبيكة بتاعتي الجميلة دي. وطبعا هحطه طبعا على الصينية بتاعتي أو السفرة المتواضعة بتاعتي. ويا ريت تتفضلوا معايا. وده كان منظر الفول بعد طبعا بعد ما خلصته، وكان شكله زي الكهرمان وجميل جدا، والبصل والطحينة والسلطة والطعمية. ويا ريت تتفضلوا معايا. وده الأكل الشعبي الجميل بتاعي، أو الفول الجميل اللي مفيش غنى عنه في بيتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.